كنها الأجواء مسيوقة لك، فعليك ذكر الله صبح ومساء، مو صيد يغيظك وحسدك، هي من محبتي وعليك الحب طغى. في الحديث المرفوع: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناهن على ولد في صغره، وأرعاهن لبعل في ذات يده. ذكر أبو بكر الصديق عند ابن عباس فقال: كان والله بالمسلم حفيا، وعلى الكافر قسيا، وعن اللذة سليا، يتواضع حيث لا توهن نصرته، ويعلو حيث لا تخاف سطوته. القرآن قائده، والموت إمامه، الأمر بين عينيه، وعاقبته بين يديه. رحمه الله أحسن عنا مجازاته. قال معاوية لضرار: صف لي عليا، فقال: كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة عن نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل ووحشته. وكان والله غزير العبرة طويل الفكرة، يقلب كفه ويحاسب نفسه، يعظم أهل الدين ويقرب المساكين، لا يطمع القوي في باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله. كان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه، وينبئنا إذا استنبأناه. فبكى معاوية وقال: رحم الله أبا حسن، كان والله كذلك، فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ فقال: حزن من ذبح واحدها في حجرها.